إن الإيجابية في محاربة هذه الظاهرة السلبية هو ما حققته جامعة سيناء عندما أعلنت نفسها جامعة خالية من الدخان. إن إحنا جامعة بنهتم بصحة الطالب، وبنهتم بشخصية الطالب، وبنهتم إن في مناخ صحي للطالب. واحنا منذ انشئت الجامعة من 5 سنوات احنا رافعين شعار جامعة بلا تدخين، وداخل جميع مباني الكليات لا يوجد تدخين على مستوى الطلاب أو الإداريين أو ما إلى ذلك. نريد أن نتوسع بهذا المفهوم ليتسع مفهوم بلا تدخين ليشمل حرم الجامعة كله. جامعة سيناء بدأت نشاطها كمؤسسة خالية من الدخان بتوقيع اتفاق مع جمعية حياة بلا تدخين التي عقدت بالجامعة ندوة للتعريف بأضرار التدخين وكيفية الإقلاع عنه، ثم التقى أعضاء الجمعية بطلاب جامعة سيناء وقاموا معا بلصق لافتات ضد التدخين في مختلف كليات الجامعة. جمعية حياة بلا تدخين أتمنى إن شاء الله بإذن الله إن يعني صوتنا يوصل لجميع الجامعات، وإحنا النهاردة إن شاء الله جايين عشان نمضي بروتوكول مع الجامعة، وبإذن الله أتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه جامعات مصر والوطن العربي كلها تبقى بلا تدخين. الرسالة اللي بنوجهها إن لازم كل فئات المجتمع تتكاتف من مثقفين ومصلحين ودعاة لحرب خطر اقتصادي مغلف بعادة اسمها التدخين. فلازم كل واحد يكون ليه دور ويخرج دور الدعاة من المساجد للتواجد في وسط الشباب في الجامعات وفي أماكن تجمع الشباب زي النوادي. فعشان كده احنا جينا هنا عشان نقول كلمة حق، قول للدخان لأ. انضمام جامعة سيناء للمؤسسات الخالية من الدخان قرار استقبله طلاب الجامعة بالرضا والسعادة، إلا أنهم تمنوا أن يطبق بشكل تفاعلي وليس تعسفي. ده مش مجرد بروتوكول يتمضي وخلاص، ده لازم يبقى نحط الإرادة جوه كل طالب بيدخن علشان يقدر إن هو يسيب التدخين. انا مثلا ما بدخنش وفي طلاب كتير ما بتدخنش سواء شباب او بنات، فانا مثلا ممكن يكون عندي حساسيه وزميلي جنبي بيدخن، فالمفروض انا احسه على الموضوع ده عشان اقوي البروتوكول. هو مش مجرد اتفاقيه او حبر على ورق، لازم يكون في آليات تنفيذ عشان الموضوع ده يبقى ايجابي فعلا. مع كل حجر شيشة أو لفافة تبغ يتناولها المدخن يحرق يوما من عمره وسهما من صحته وجزءا من دخله. لذلك أعلنت جامعة سيناء نفسها جامعة خالية من الدخان، رسالة نتمنى أن تنتشر في كل مكان حتى نرى مصر كلها بلدة خالية من الدخان. من داخل جامعة سيناء، محمد حكيم، 90 دقيقة، قناة المحور. نتمنى فعلا ده يا محمد ان هو يتطبق على باقي انحاء الجمهوريه كلها، جمهوريه مصر العربيه. جمعيه حياه بلا تدخين واللي حصل ما بينكم يعني توقيع بروتوكول مؤخرا. مساء الخير يا استاذ مصطفى واهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ ارهام، مساء النور اهلا بيك. اهلا وسهلا بضيوف حضرتك يا فندم، وسلام مخصوص لدكتور هاني حبيبي وصاحبي واستاذ مي واحمد. اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليك يا مصطفى بيه. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى عايز اعرف التنسيق حصل ازاي ما بين جمعيه تطوير الطالب الجامعي في جامعه سيناء وما بين جمعيه بقى اللي حضرتك بتمثلها او كنت بتمثلها حتى في توقيع البروتوكول، جمعيه حياه بلا تدخين. اولا طبعا يا فندم دي كانت مبادره من جامعه سيناء، ومن باب يعني اعتراف لاهل الفضل ان هم اللي بادروا، هم اللي اتصلوا بينا حرصا منهم على ان يكون في نفع منهم للطلاب، مش بس فقط على المستوى التعليمي الاكاديمي وانما كمان على المستوى الاخلاقي. فلما دار الاتصال بيننا وتم الاتفاق على ان جامعه تكون جامعه بلا تدخين، وده شيء بصراحه يعني يشكروا عليه، لانها احنا نادرا ما بنلاقي، او الحمد لله تمام بيحصل يعني الحمد لله دلوقتي تطور في المجتمع، لكن كون ان جامعه تمد ايديها ان الجامعه كلها بلا تدخين فده شيء راقي جدا. يعني تم الاتفاق الحمد لله رب العالمين ووقعنا البروتوكول، وان شاء الله هم في اطار التنفيذ. واحنا حريصين في حياه بلا تدخين ان احنا نتواجد في الاماكن اللي بيتواجد فيها اكثر المدخنين وهم الشباب. عشان كده احنا بنبقى حريصين للتعامل دايما مع ادارات الجامعات اللي هم اللي عندهم السلطه يطبقوا قوانين التدخين اللي صادره من سنين طويله وبتحتاج لهيئات رقابيه انها تطبقها. فالحمد لله بنسعد جدا لما بنلاقي اداره جامعه حريصه على صحه الشباب اللي عندها
مش مجرد العمليه التعليميه فقط، مع اهميه طبعا التعليم الاكاديمي. طب يعني استاذ مصطفى، انت شايف انه البروتوكول اللي اتوقع ما بينكم ده او اوجه التعاون هتكون ازاي من اجل الوصول لهدف الجمعيه اللي هو حياه بلا تدخين، وهدف الجامعه وجمعيه ايضا تطوير الشاب الجامعي وهي ايضا يعني حياه بلا تدخين، او انه الحياه بشكل صحيح بدون تدخين؟ هو يا فندم احنا في جمعيه حياه بلا تدخين، احنا سواء مجلس الاداره او الشباب اللي بيعمل في جمعيه حياه بلا تدخين ما بيتاخرش عن تقديم الدعم المعنوي او الارشادي لاي مكان بيبقى فيه تجمعات زي النوادي او الكليات، ان احنا نيجي ويبقى فيه محاضرات بتقدم توعويه، سواء محاضرات ثقافيه او محاضرات طبيه او حتى محاضرات من الجانب الشرعي، لان دايما بيبقى فيه سؤال طب يا جماعه احنا بنعمل صح ولا غلط، حرام او حلال. فاحنا بنتواجد في الكليه مره واكثر من مره كمان علشان نقوم بالجانب التوعوي. يبقى الجانب اللي على اداره الكليه اللي تملك السلطه لتطبيق القانون، فاحنا بنتفق معاهم زي ما حصل، متشكرين جدا من جامعه سينا زي ما حصل منهم ان هم مضوا هذا البروتوكول، ثم هيبداوا هم في تفعيل تطبيق قانون منع التدخين داخل الحرم الجامعي، وده اللي احنا بنامله صراحه. يعني الحمد لله ان احنا الموضوع وصل للاعلام عشان يبقوا هم قدوه مبادره، ان أكيد. الجامعات تبدا هي كمان تمد ايديها للجمعيات الاهليه او الجمعيات الخيريه اللي احنا جمعيه حياه بلا تدخين واحد منهم، عشان يحصل تكاتف في المجتمع. هي ما ينفعش تبقى صوت مجموعه من الناس، مظبوط، وصوت جمعيه خيريه بتقول يا جماعه عايزين نبطل مثلا تدخين. لازم الجمعيه مثلا توعي، ثم اصحاب القرار يمدوا ايديهم لتفعيل القوانين. وتصور ان هي لازم تبقى حاله في المجتمع، مش مجرد اصوات بتنادي باصلاح يعني معين. مظبوط. انا بشكرك جدا الداعيه الاستاذ مصطفى حسني، نائب رئيس مجلس اداره جمعيه حياه بلا تدخين، شكرا ليك. وبالفعل احنا حتى كاعلام او كبرنامج، على الاقل خلينا نتكلم عننا احنا دائما وراء هذا النوع من الحملات اللي بتفيد المجتمع ككل، واللي هي ذات هدف سامي جدا، وهدف كلنا الحقيقه بنقف خلفه. طيب هرجع لك يا دكتور هاني، وعايز اعرف بقى تحديدا حمله عيشها صح. انا بس عاوز اكد على حاجه الداعيه مصطفى حسني قال فيها. انت لما جه عندنا الجامعه حضرتك القاعده اللي حصل فيها الندوه او الكلام عن قصه التدخين كان مليان عن اخرها طلبه، وزي ما حضرتك عارفه الطلبه من اصعب الناس اللي انت ممكن تتحكمي عليهم في مكان تجمع مع بعض تلقي عليهم اي حاجه. بسم الله ما شاء الله، اول ما ابتدى كلامه القاعه كلها سكتت تماما، علشان هو كان احنا اخترناه عن ثقه، اللي هو المدخل بتاعه اللي بيقدر يوصل بيها للشباب مدخل صدق وامانه. فعاوز اقول لك في افكت حصل من بعد الندوه اللي حصلت. يعني انا بيرسونالي مع الطلبه، انا متواجد مع طلبه كتير جدا جوه الجامعه، فبسمع الفيدباك. في افكت كبير جدا حصل علشان الكلام كان من منظور عقلي وفعلي. من ناحيه التدخين كعقلي وفعلي. يعني من ناحيه الضرر المادي، من ناحيه الضرر الجسماني، من ناحيه كل الضرر، الربط ده بالشريعه، من اي شريعه بقى، باي دين، يعني كاخلاقيات كل الاديان بتجتمع عليها، او كالغلط في الاخلاقيات كل الاديان بتجتمع عليها. صحيح العمر بيعدي، لكني حاضن حلم بتحدي، لا يوم هسيبه يموت ولا يصدي، ولا يبقى يوم حدوته كان يا مكان. اوعك تقول ان الطريق مقفول، اصبر وبكره بالامل حاضن حلم بتحدي، لا يوم هسيبه يموت ولا يصدي، ولا يبقى يوم حدوته كان يا مكان.